خلنا عليك شوي. لا بالعكس الله يحييك. ترافيك عندك صعب شوي. لا كلام الخير. تعرف ما جاي قبلنا هنا؟ تو اصلا يقول ضعف انت طالع. لا والله ماشيين مع بعض. هذا المجسم حق المبنى جاهز ولا شارينه جاهز؟ لا المبنى الخارجي جاهز كان بس اللي جوا احنا كهيكل خارجي شريناه جاهز وبس الله يبارك. بما يتناسب ثقافتنا وشبه الجمهوري كمان كل هؤلاء نقدم خدمه. احنا نشوف احنا نشوف الزبده وهم يخضوا غزال المغربي. اهلا وسهلا. كرة البشراوي. زمان في مطرح. والله عم تطلع. سلام سعيد. اماني موسى. اهلا وسهلا. الحمد لله. طبعا تذيعوا الحالة. يلا تعرف اهلا مرحبا. تعرفكم على طول. كيف الحال؟ يعني من وجهي معروفه على طول معروفه. دائما يعني بعدكم عم تحضروا الام بي سي. كيف ان شاء الله بخير؟ الحمد لله. يعني انتوا عندكم اذاعه ولا بس؟ لا لا الساعة 3 عندهم نشرة. عندنا نشرة الساعة 3 بعد نص ساعه. المكتب المتخصص بالاتصال بالمراسلين حكى وشاف شو في عندهم اخبار مهمه، وبالتالي بتصير مهمه غرفه الاخبار انه تقول نحن مشاهدنا مختلف، نحن مشاهدنا مش السي ان مش البي بي سي، عناوين الاخبار بعدين بيكون رئيس تحرير قال له للمحرر اذا كان مراسل او موجود بغرفه الاخبار انه اسم الخبر تبعك هو غزه ترايل اللي هو المحاكمه تبع اليوم، راح يكون الشيء اللي راح يقراه المذيع، وقديش هو الوقت يلي مطلوب انه يكون طول التقرير. اهم احنا اللي بنشاهد نشوف هالشيء اللي قدامنا ومنتقد هذا وهذاك والمجهود هنا. الله يخليك الله يخليك. يلا بتشوف انه في عندك اكثر من طلعنا صورة سمو الامير بس ما ويندو سلمان can you get سلمان ويندو كي اور ستيل ستور؟ فين عندكم؟ قال مايل باوكسفورد. هيدي الصوره باوكسفورد. لا قديمه. لا قديمه. لا فاذا كان الخبر الخبر مع هاي كان الخبر كان من اوكسفورد. هذه ما كانت طيبه دوروا غيرها. يعني غيرها. طيب خلاص. اهلا وسهلا. اهلا هي على رصاد ما تمشينا بالمطر مرات. أهمية الطريقة اللي نحن بنعمل فيها الطقس، طبعا هي طريقة معروفة بكل دول العالم. الخريطة مش موجودة. وين بيقعدوا؟ هنا المذيعين بيقعدوا؟ هنا هذا ديسك الاخبار. وانت بتذيعي انت واقفة؟ انا واقفه، انا ما لي كرسي. صار لي اليوم اني ازور الام بي سي، انا اقول كاس المختصر حقيقة اصبحت مشهورة فيه، وهذه اول زيارة حقيقة، وان كنت اتابع برامجها منذ انشائها قدر امكاني، ولا شك انها ادت خدمة جدا ممتازة، ولا ننسى انها اول محطة عربية او محطة عربية لان انشئت لتخدم على العربي ككل. ما في شك ان المطلوب من الاعلام خصوصا المرئي هو ان يؤدي دوره الكامل في تعريف العرب بالعرب، ونعني بذلك ان العرب المهجر والعرب الدول الاخرى يعرف على اخوان العرب الاخرين، وان يكون الاعلام كذلك وسيله للتقارب والتآخي والتعاون اكثر من هو وسيله للتفرقه. أنا أجزم أن ما رسم الام بي سي هو أن تكون كذلك، وأرجو منها علاوة على دورها تؤديه في الوقت الحاضر أن تكون أيضا كما يرجو كل مخلص لها، أن تكون قناة عربية صافية، بمعنى أن يكون للعرب كلهم مكان فيها، ولا شك أن كل ما كانت اللهجة والأسلوب راقي كل ما كان المشاهد مرتاح أكثر، ولا شك. لكن خلاف البرامج السياسية والأخبار، وهذه مهمة جدا الحقيقة، متابعة الأخبار أول بأول تهم المشاهد، لكن كذلك ما يقدم من برامج
فكرية وفنية وعلمية بكل فروع العلم يجب أن يكون لها عناية كبرى في هذه المحطة. وهناك طبيعة الحال مجهود مرئي ومحسوس. مطلوب من أي وسيلة إعلامية أن ترتفع بذوق الناس وتخاطبهم بالتي هي أحسن. في نفس الوقت يمكن القارئ أو المشاهد مرة أو مرتين أو وقت قصير تأخذه الإثارة، لكن في الأخير يريد أن يجلس في بيته مع أولاده أو مع أصدقائه يشاهد محطة يشوف فيها الذوق الرفيع. أنا أتمنى للMBC دائما التوفيق إن شاء الله. والحقيقة زيارتي هذه ابن عداوة الأخ الحديثي، وجدت من واجبي في زيارتي الخاصة أني أزور الMBC. شكرا.